نكمل سلسلة الأمراض المناعية. أمراض كتير قوي بتبقى ملهاش سبب واضح، وبتبقى أمراض مزمنة، ألمها مستمر، ما بيروحش بسهولة. ناخد مضادات وناخد أدوية وناخد علاجات كتير جدا ونقعد بالسنين ومفيش سبب واضح. أغلب من الأمراض ديت، وهنتكلم النهاردة عن أمراض الجهاز الهضمي، ودي من ضمنها حالة أنا بتابعها دلوقتي، شفاها الله وعافاها يا رب، يتم شفاها على خير. دي وصل بها الأمر لمرض مناعي أدى إلى تهتك في الأغشية أو الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي كله، من أول البق واللسان، فم ولسان، لحد المستقيم. كل الأغشية المخاطية المبطنة للجهاز الهضمي متآكلة. بالإضافة طبعا إن بسبب ضعف المناعة حصل مهاجمة لأكتر من نوع من البكتيريا والطفيليات والفيروسات والبكتيريات المعوية، وعدد لا حصر له من الممرضات دخلت الجسم وهاجمته وبتاكل فيه اكل. طيب، سبب من الاسباب برضو اللي خلى الموضوع سائل للدرجه دي، خدوا بالكم ان دايما احنا عندنا عصب، عشان لما نقول يا جماعه برضو العامل النفسي مهم، والعامل النفسي ممكن يكون سبب لامراض كتير. في عصب من الاعصاب اسمه العصب الحائر او العصب العاشر، ده عصب مخي، عصب نوع واحد من الاعصاب بيعدي في البطن في القولون، وده اللي بيسبب القولون العصبي عند الناس. لما بيتعب القولون او يكون في مشكله بيلتهب العصب ده، وبيبدا ان يرفع الكورتيزول والادرينالين، ويعمل مشاكل قويه جدا جدا، ويأثر على المخ ويأثر على الفكر. علشان كده بنقول بقدر الامكان بنحاول ان احنا نرضى بقضاء الله. اول ما يجيلنا مرض ما تقعدش بقى تفكر في المرض، ارجوكم، دي النصيحه بقى بتاعت النهارده والنبي. بالله عليكم، لما حد يجيله مرض ما تقعدش بقى تفصص في المرض، واصلا انا حاسس بكذا، واصلا انا حاسس زي ما يكون كذا، اصلا انا لا، ده انا كده معنى ان البكتيريا دي جاتني يبقى انا كده اكيد اكلت القناه ديت، وما بقاش فيه كذا، وهيحصل لي كذا وهموت بقى. كتر التفكير في الموضوع ده، والله العظيم التفكير ده بيدخلكم في حاله سيئه جدا، بيدمركم نفسيا وبيبوظ الدنيا بزياده. وكل ما تفكر في الحاجه السيئه تحصل لك وبزياده. فلو سمحت، لما يجيلك مشكله تقبلها بما يرضي الله كده، تقبلها بهدوء وبرضا، وقول الحمد لله، يعني قدر الله مش هفعل، وتفائل خير بقى، وان شاء الله باذن الله ربنا هينجيني. انا عايزه افهم، يعني يقينكم فين بالله سبحانه وتعالى؟ ربنا اللي رفع السماوات بلا عمد مش هيقدر على شويه بكتيريا؟ مش هيقدر على فيروس؟ مش هيقدر على حته خليه اتدمرت ومش هيقدر يعيدها تاني؟ خلايا جسمنا كلها بتتجدد، والله العظيم بتتجدد. كل خلايا الجسم، خلايا العظم، خلايا الدم، خلايا المفاصل والغضاريف والاربطه، كل ده والله العظيم بيتجدد. بس امتى بيتجدد؟ لما ايه؟ لما تسحب منه الالتهابات وتديله غذاء صح عشان يبني نفسه من تاني. ما انت حرام عليك انك يا فرحتي بتسحب منه الالتهابات وعايز تاخد دواء ومش عايز تاخد غذاء سليم. طب انا اعمل ايه؟ يعني افهمها لكم ازاي؟ لازم غذاء سليم، لازم ندور العنصر. مثلا الاربطه دي عايزه زنك، لازم تاخد زنك. الزنك تابلت لوحده مش كفايه، لازم تاخد غذاء فيه زنك، لازم تاخد اكل مفيد. اصل انا ما باكلش سمك، اصل انا بقرف، اصل انا مش عارف ايه. كل ده غلط. اقعد بقى خليك، يعني هتقرف من الاكل؟ خليك. مش عايزه تاكلي يا حلوه وبتقول مناعتك ضاربه ودنيتك خربانه ومش عايزه تاكلي؟ طب اقعدي بقى. عايزه تفضلي قاعده لحد امتى؟ عايزه تفضلي لامتى؟ عايزه تفضل لامتى؟ لما نقول لك التزم بنظام غذائي مظبوط تلتزم بيه، لما نقول لك اعمل رياضه خفيفه تعمل، لما نقول لك خد العلاج دوت علشان، ولا خد الدواء دوت علشان ده. نرجع للطبيعه تاني، نحاول ان احنا نعالج مشاكلنا بدري، ما نستناش على المواضيع لما تسوء حالتها قوي. نلتزم بغذاء صحي متوازن، نحاول اننا نتحرك يا جماعه. مش رياضه يعني هتقولي بقى مش فاضي روح جيم، اتحركوا، امشوا شويه تمشيه، يعني اللي مش قادر يروح جيم امشي، اعمل رياضه سويدي خفيف، حركه، اتحركوا، قوموا، امشوا. الرياضه، الحركه، الغذاء الصحي المتوازن، سحب الالتهابات بطرق طبيعيه في بدايتها، والوقايه خير من العلاج. ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده، وهنتكلم على مرض تاني من الامراض المناعيه. ولو عايزيني اتكلم على مرض معين اكتبوا لي في التعليقات وانا هشرحه لكم بتفاصيل.